اقرأ هذه الآية المباركة في يوم الجمعة 100 مرة وأكثر من ذلك، وانتظر البشارة من الله التي تغير حياتك بإذن الله عز وجل، لأن هذه الآية تشتمل على أهم دعاء يحتاج إليه كل واحد منا. بهذا الدعاء فرج الله عز وجل الكرب والهم والغم والضيق عن قوم وأعادهم به إلى الحياة. وقبل أن نتعرف على هذه الآية رجاء زينوا التعليقات بكثرة الصلاة والسلام على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا أيها الإخوة أن يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله، والدعاء فيه لا يرد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن لنا في يوم الجمعة أن نقرأ سورة الكهف، لأن بها ينير الله للإنسان قلبه وطريقه وحياته. وفي هذه السورة المباركة آية عجيبة اشتملت على دعاء عظيم. بهذا الدعاء ينجي الله عز وجل من أي كرب وهم وغم، بل بهذا الدعاء يعيد الله عز وجل الإنسان إلى الحياة بعد أن كان قد وصل إلى مرحلة الموت من كثرة الهم والكرب والضيق. اقرأ هذه السورة المباركة من أولها لتصل إلى قول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فهؤلاء الفتية فروا بدينهم من الملك الظالم، وكانوا في هم وكرب وضيق شديد، وعند ذلك لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ردد هذا الدعاء وهذه الآية في يوم الجمعة 100 مرة وأكثر من ذلك، وكلما وجدت لها حلاوة أكثر من قراءتها، فهذه علامة على استجابة الله عز وجل لك.